أنا عادل، عندي 43 سنة، واليوم جيت نحكي لكم قصتي باش تستافدوا منها وتاخدوا منها العبرة. ودابا عندي لكم قصتي من الأول. أنا بعروبي عبدي، أبان عن جد. أمي شلحة زيانية بالضبط من خنيفرة. تزوجوا وجاو سكنوا في مدينة الدار البيضاء، وأنا خلقت في مدينة الدار البيضاء. خلقت وكنت انا الوحيد ديال الام والاب ديالي، والوالده ديالي ملي كانت عندي 4 سنين وهي كتربيني بحال كما كيترباو جميع البنات. يعني كتعلمني نشقى، تعلمني نصبن، تعلمني نعجن، تعلمني نعمل اي حاجه. وليت بحال البنت. يعني انا من نهار دخلت للمدرسه، كانت عندي 6 سنين دخلت للمدرسه، كنت كنعرف نشطب ونعجن ونشقى وندير جميع داكشي اللي كيديروا البنات. تربيت على هذا المنوال وكبرت عليه حتى وليت كنقرا في السادس. ملي وليت كنقرا في السادس هنا تبدلات الحياه ديالي كليا، حيتاش الوالده ديالي توفات والاب ديالي تزوج مره تانية. ديك المره الثانيه رجعتني بحال الخدامه. ملي جات مرات با ولقاتني انا ماشي راجل، انا عندي فعيل البنات، كنشقى بحال البنات، ندير الشغل ديال البنات. يعني ما عنديش داكشي اللي كيديروا الدراري كيمشيو يلعبوا الكره، انا ما عنديش هاد الميول نهائيا نمشي نلعب الكره. كنجلس في الدار ونجمع ونشقى، لدرجه ان مرات با ملي كيجيو عندها صحاباتها كنعمر اتي في الكوزينه ونقاد الطبله ونديها لهم. ما عمرني فكرت نهائيا ندير داكشي اللي كيديروا الذكوره بحالي. حتى لواحد النهار مرات با عمرت لبا راسو مزيان وقالت لي هاد ولدك مادام كيشقى الشقه ديال العيالات اذا كيدير فعل العيالات. نتوما عارفين العقليه ديال بنادم كيفاش كتمشي، نتوما كتعرفوا الناس العربيه ما عندهمش هادشي. واخا انا خلقت وكبرت في مدينه كبيره، بقات با العقليه ديالو العقليه ديال العربيه. يعني الراجل راجل ومراه صافي. ملي شافني كنشقى وكندير داكشي اللي كيديروا البنات ماشي اللي كيديروا الولاد، جرى عليا للزنقه. وملي جرى عليا للزنقه انا ما كانش عندي الجرأه باش نقدر نمشي ونفوت الحومه ديالنا. بقيت في الحومه ديالنا تصوروا كنضل كندور، وفي الليل كنجي كنفرش الكرتون قدام الباب ديالنا وكنعس. لدرجه الجيران كيقولوا لي دخل عندنا وما كنبغيش ندخل، كنبقى بايت قدام الدار ديالنا. صافي ديك الجيران بقاو ما شافوا الحاله ديالي، بقاو في الليل كيخرجوا لي الماكله والغطا وكنعس قدام الدار ديالنا. بقاو الناس فين اللي غادي للفجر كيدوز عليا وكيشوفني ناعس في ديك الحاله. حتى لواحد النهار، في داك النهار كنديز الفقيه ديال الحومه ولقاني ناعس قدام الدار وفيقني. علاش عندك اولدي ناعس هنايا في الزنقه؟ قلت لي انا راه جرى عليا با وما عندي فين نمشي وما نقدرش انا نفوت الحومه ديالي، حيت الحومه ديالي هي اللي كنعرف ودارنا هي فاش كنطيق، ما نقدر نطيق في حتى شي واحد. وداني معاه للدار ديالو وكانت عنده المراه ديالو الفقيه. المهم بقيت مع المراه ديالو وكنشقى كندير اي شغل، نطيب الفقيه، نمشي معاه للجامع، نجمع الجامع، نشطب الجامع. هادشي اللي وليت كندير. دازت المده وبقيت عايش مع الفقيه. واحد النهار مرات الفقيه قررت انها تفارق معاه وتمشي ترجع للبلاد ديالها. بقيت انا والفقيه كنبقى معاه في الدار، كنسخن ليه الماء، كيمشي يصلي الفجر، كيرجع يلقاني موجد الفطور، يفطر ويتكى مع راساتو. انا كنوض ندير ثاني الشغل ديال الدار. يوصل الظهر يمشي يصلي، يرجع يلقاني مقاد الماكله وحاط الغدا ويتغدى ويرتاح مع راساتو. عاوتاني يمشي يصلي العصر، يرجع يلقاني دير الكوتي، دير كلشي. عاوتاني هيداك مورا العشاء يلقى العشاء ديالو موجود. المهم بحال كاينه المراه في الدار. كنت عايش معاه عادي، عمرو ما وقعت بيني وبينه شي حاجه. وهنايا فين عاد تبدل حياتي. واحد النهار كان الفقيه كيدوش وعيط عليا، قال لي اجا ولدي حك لي ظهري. انا دخلت حك لي ظهره، وهنايا فين تبدلت حياتي نهائيا. هنا الفقيه تعدى عليا جنسيا، وداكشي اللي كنت انا كندير بحال البنات غير كنشقى، غنولي نديرو حتى جنسيا، غنولي بحال البنت. ما نكذبش عليكم، كنت خايف، ما عندي فين نمشي، حيتاش الفقيه هو الوحيد اللي كنت عنده فيه الرجا ديالي. حتى هو تعدى عليا وبقى كيقول لي نهار تفكر تخرج من الدار ديالي ولا تعاود هادشي اللي وقع بيني وبينك، انا غادي نمشي نديكلاري بيك ونقول راك شفرتيني. وانا الطبع ديالي انا خواف، ما قدرش. بقيت هي دائما كنفكر كنقول الفقيه غيمشي ديكلاري بيا وغيديوني للحبس، وانا ما عنديش الصحه ديال الحبس، وعايز يزيدوا تكرفسوا عليا الرجال في الحبس اكثر ما تكرفس عليا الفقيه. دازت 4 سنين وانا عايش مع الفقيه،
والفقيه تيدير فيا ما بغى بالنهار وبالليل. وهذا الفقيه حامل كتاب الله يا حسره وعارف بينه وبين الله. صراحه الله سميه ديال الفقيه بزاف عليه، حنداش الفقيه فيه بزاف ديال الحاجات مزيانين وهذا فيه الحاجات الخايبين. المهم دازت المده، واحد النهار قررت انني خصني نخرج من ديك الدار. خرجت من الدار ديال الفقيه، ما عرفتش فين نمشي، بقيت غير كندور في الزنقه ما عرفتش فين نمشي. وانا نمشي قدام واحد البار، كان واحد البار كبير وانا نجلس قدامه. جلست قدامه كنشوف الناس اشكال وانواع كتدخل ديك البار، كيدخلوا البنات كيدخلوا الرجال. المهم واحد العالم من غير العالم اللي شفتو في حياتي نهائيا. وبقيت جالس قدام ديك البار حتى خرجوا واحد جوج دراري ولقاوني جالس. قال لي مالك انت جالس هنايا؟ قلت لهم انا جالس ما عنديش فين نمشي. ما يقول لي الا بغيتينا نديوك تعيش معنا في الدار خاصك تدبر لينا على شي جوج البنات وديك الساعات غادي نديوك معنا. وفعلا مشيت. صراحه الله ما جاتني صعيبه باش ندبر لي على جوج البنات. لقيت واحد جوج البنات قلت لهم تمشيو مع واحد جوج دراري ويخلصوكم. قالوا لي بسم الله. صافي داوني مشيت معاهم للدار، مشاو معاهم دوك جوج البنات. لقيت عاوتاني كان طيب، كان عجان، كان صياق، كندير اي حاجه كنديرها. كنقاد لهم الماكله، كنمشي نتسخر لهم، نجيب لهم الشراب، نجيب لهم الكارون، نجيب لهم اي حاجه. دوك الدراري طقوا فيا وشافوني انني معقول. صافي خلاوني معاهم في الدار. بقيت معاهم في الدار كندبر لهم على البنات، كنجيبهم لهم للدار، كنشقى لهم في الدار. المهم ما كيخلصوني ما والو. المهم انا واكل شارب، ما خايف من حتى شي حاجه، ما خايفش من الزنقه. دازت المده صافي طلع لي عاوتاني داكشي في راسي. كانت واحد البنت اللي جات داك النهار عند دوك الدراري، ديك البنت عايشه في واحد الدار ديال الدعاره، وجات عندي ويتهضر معايا. قالت لي اخويا عوض انت ما جالس هنايا غير كتاكل وكتشرب، انا عندك فين تاكل وتشرب وتصور الفلوس مازال. فعلا ما خفتش ما فكرتش، قلت ما عنديش ما نخسر اكثر من هادشي اللي خسرت في حياتي. ومشيت معاها. داتني لعند الحاجه زبيده يا من لا يعرفها. الحاجه اللي شتيها في الوجه، الحاجه الفعيل ديالها ما بينها وبين الحج غير الخير والاحسان. كانوا عندها البنات بزاف. باقي كنعقل، كان ديك الدار عندها كبيره وفيها وسط الدار بحال داك الشكل ديال الرياضه ديال القدامين. كان عندها 9 البيوت، وكل بيت كان مفرشاه بالسدادر، وكانت كل بنت عطيها سداري كتنعس فيه. المهم كانوا عندها البنات من جميع النواحي المغربيه. اي حاجه تجيك على بالك كاينه عندها، اي مدينه جاتك على بالك كاينه عندها. كاينين البنات الصغارين، كاينين البنات الشارفين، كاينين العيالات الرجال اللي ما مطلقينش. المهم خلطاتهم كاملين مجموعين عندها تمايا. وبقيت عايش مع الحاجه. كان نشقى، كان تسخر الزنقه، البنات كندير له البنت نوصلها نرجعها منين تسالي. صافي بقات الحياه ديالي هكاك مع الحاجه. حتى لواحد النهار الحاجه جاتها البيعه، عرفت راسها تمشي للحبس، ومنها تمشي للحبس عطول فيه بزاف. تقول لي شوف ولدي، انا ما شفت فيك غير الخير، وانا ما نخليكش هنايا. انا عارفه وجاني اتصال بانهم غيجيو غيقرقبوا عليا ويديو كاع اللي في الدار، وانا ما نبغيكش تمشي للحبس. انا عصفتك عند خويا عبد السلام كاين في المدينه ديال القنيطره. وفعلا عطاتني العنوان ومشيت. وفعلا يومين موراها وقبطوا الحاجه ودخلوها للحبس. ومهم الدوسي عندها خانز، ما نكذبش عليكم، هاد الدعاره، هاد السكر العلني، بزاف ديال الحاجات. حكموا على الحاجه 13 عام ديال الحبس، هي وكاينين البنات اللي معاها حتى هما كل وحده شحال عطاوها. بقيت مع السي عبد السلام، بقيت معاه مده ما عمره ما قاسني، ما اذاني. ما نكذبش عليكم، انا في حياتي ما عمر شي واحد ما تعدى عليا جنسيا من غير الفقيه. دوك الناس ودوك الدراري كاملين اللي دوز في الحياه ديالي كون فعلا كيشوفوني بحال الخدامه، بحال البنت كنشقى. صافي ما عمر شي واحد ما تعدى عليا جنسيا، وما عمر شي واحد فيهم ما كان عنده الميول الجنسي للذكور. كانوا كيجيبوا البنات وانا كنشقى عليهم بحال البنت عادي. المهم مشيت عند السي عبد السلام وعشت معاه. السي عبد السلام انايا تبدل حياتي بواحد الطريقه كبيره جدا. حيناش خو الحاج السي عبد السلام كان فقيه، ماشي فقيه، كان مشعوذ. كان كيجيو عنده بزاف ديال المشاهير، مغنيين، ممثلين، اي واحد جاك على بالك خاصو القبول ولا خاصو يدخل. حتى الناس كيبغيو يدخلوا الوظائف، ولا شي واحد عاد نجح في شي حزب وبغى يدخل البرلمان حتى هو كيجي عنده. المهم السيد معروف، الشريف معروف بزاف، اي واحد جا عنده الحاجه ديالو كيقضيها. السي عبد السلام قرر باش يعلمني داكشي اللي كيدير ديال الشعوذه. علمني، بقى كيقريني دوك الطلاسيم وداكشي اللي كيديروا.
كاملين كيوريني الذبيحات، كيفاش الذبيحه تكون مقبوله، كايناش الذبيحه ما تكونش مقبوله. تعلمت منه صافي. قال لي انا نهار نموت انت لا تشد الحرفه عليا. ودازت واحد المده ومات الشريف وانا جديت البلاصه ديالو. ما نكذبش عليكم، من جديت البلاصه ديالو بقيت كنتصدم، حيت بقيت كنشوف شي اسماء كنت عي كنسمع عليهم، توليت ديك الاسماء كنشوفهم كيجيبوسوا على يدي باش نعطيهم البركه، وباش يمشيو للسهرات ديالهم يحيوا السهرات ديالهم، ولا باش يحيوا شي لقاء، ولا باش يمثلوا شي فيلم. ما نكذبش عليكم تصدمت اول مره نعرف راسي حنا البلاد اللي غاديين بها غاديه بالبركه. ما يمكنش واش حنايا واصلين حتى لهاد الدرجه. ولا نكذبش عليكم ديك البركه راه كانت غير كذبه، ما كايناش شي حاجه في الواقع سميتها البركه. هي كنكذب عليهم، كندوخ داكشي من راسي، كندير شي ورقه، كنقاد شي خيط، كنقرا عليه، كنعطيه ليه، كيلبسو، كيمشي، كيجيب الله التيسير، كيقضي الغرض، كيجي يدبر عليا ديال بصح. المهم هاد الحرفه انا قررت باش نديرها عي باش نجمع الفلوس. جمعت واحد العدد ديال الفلوس ومشيت درت واحد المشروع. درت مشروع وساليت نهائيا من شي حاجه سميتها الشعوذه، حيتاش خاطري ضرني بزاف، وبقيت كنقول انا راجل ماشي مراه، وانا خاصني نشوف حياتي بشكل اخر ماشي في هذا الشيء اللي انا فيه. المهم اليوم انا كنعاود لكم القصه ديالي باش تستافدوا منها، حيت خاصنا نربيو بنت كي البنات ونربيو الولد كيما الولاد. انا صراحه الله دازت عليا بزاف في الحياه ديالي، وما عمرني نسمح للفقيه. نهار كنت يموت ويجيبوه يكون انا اخر واحد غنسمح ليه باش يدخل الجنه، ما غاديش نسمح ليه، حيت هو اللي بدل حياتي. كنت عي كنشقى وكندير الشغل ديال العيالات، حتى شي واحد ما تعدى عليا جنسيا، هو اللي تعدى عليا جنسيا. وكذلك الاب ديالي حتى هو ما نسمحش ليه، حيت هو اللي خرجني الزنقه، وهو اللي خلاني نكون فريسه ديال الفقيه. انا اليوم المشروع ديالي كبير الحمد لله، كيدخل ليا بزاف ديال الفلوس. وحاجه وحده اللي بقات عندي وما نكرهش انكم تعاونوني فيها، هادشي علاش جيت نعاون القصه ديالي. ما عرفتش انا هذا المشروع ديالي واش هو راه حلال ولا راه حرام، ما عرفتش. انا الاصل ديال الفلوس باش درت المشروع ديالي كانوا من ديك الشعوذه، وانا اليوم تنعس والضمير ديالي كيضرني، ما عرفتش هادشي واش حلال ولا حرام. مشيت درت العمره والحمد لله ودرت الحج، وانا اليوم مزوج بمراتي وبوليداتي. ولكن حاجه وحده اللي بقات في البال ديالي، بغيت نعرف الاصل ديال المشروع واش حلال ولا حرام. نتمنى تفاعلوا مع القصه ديالي، ونتمنى تعاليق يكونوا على قد المستطاع، حيت ما نكذبش عليكم خوكم قلبه طيب ديال بصح وما يقدرش على التعاليق ديال السبان. صراحه هذه كانت اول قصه ديال شاب. القصص كاملين اللي كانوا في القناه ديالي كانوا ديال بنات، وكنتواصل مع بنات اللي كيعطوني القصص ديالهم. وهاد القصه صراحه الله دابا راه اكثر من شهرين باش صيفطها ليا الولد في الانستغرام، ولكن انا صراحه الله ما قدرتش نعاودها وما تجرأتش انني نعاودها، حيت هذا الشخص انا كنعرفه شخصيا، يعني ماشي عاودوا لي عليه الناس ولا، كنعرفه شخصيا وما تجرأتش انني نعاود القصه، حيتاش فيها بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال الحاجات وبزاف ديال المعاناه، خصوصا المعاناه ديال انك تعيش اليوتم. ماشي شي حاجه اللي سهله، اليوتم واحد الاحساس بوحديته خايب، بلا ما تزيدك الظلم ديال الحياه، بلا ما يزيدك تدخل في واحد العالم اللي ما عندك به حتى شي علاقه. حنا كما كنشوفوا هاد الاخ ديالنا داز من بزاف ديال الحاجات، بدا باليوتم، داز عند الفقيه وتعدى عليه ديال بصح، مشى العالم ديال القواده، هو واحد العالم اللي بعيد كل البعد على الرجال، حيت ملي كنشوفوا امراه كتمارس القواده كتجينا شويه، ولكن باش نشوفوا راجل كيمارسها كتجينا خايبه وبزاف. مشى عاوتاني عند الحاجه وعاش في واحد الفيلم وعالم من نوع اخر، سال عاوتاني ومشى للعالم ديال الشعوذه وعاش عاوتاني واحد العالم ديال الشعوذه. هي صراحه الله ماشي شي حاجه اللي سهله، شي حاجه اللي واحد الحياه اللي فريمون كومبليكي. ما نقدرش انا شخصيا ما نقدرش نعطي الراي ديالي الخاص على هذه القصه هذه. هذا الشيء علاش القصه مني والراي كيبقى منكم نتوما. كنتمنى ان هاد القصص ينالوا الاعجاب ديالكم، وكنبغي نعتذر على الغياب ديالي حيت كنحط فيديو في شحال، فهذا راجع لبزاف ديال الاسباب. هاد الشيء علاش كنتمنى انكم تدعموني وتدعموا القناه، تشاركوها مع الحباب ديالكم، تعطوني الاراء في القصص، في الطريقه،
بزاف ديال الحاجات. فعلا كنلقى تعاليق اللي فعلا كيخليوني كنفرح وكيخليوني نزيد ندير قصص وحدين اخرين. خصوصا ان بزاف ديال الناس كيكتبوا لي في التعاليق انهم كينساو انني انا كنعاود قصه ديال شي واحد، كيسحب لهم واش القصه ديالي، وانا هذا هو الهدف ديالي. الهدف ديالي ان نحنا اي قصه ناخذ منها العبره، واي قصه نحاولوا ما نعيشوهاش حنا في الحياه ديالنا. هادشي علاش كنبغي نقول لكم تهلاو في راسكم وخلي قصتي عبره، والسلام عليكم.